يا أهلا وسهلا بحضراتكم وفيديو جديد نتحدث فيه سويا عما يحدث في الكرة المصرية. وبعد فوز أو تعادل اتحاد العاصمة اليوم مع أولمبيك أسفي 1-1. يصل اتحاد العاصمة لنهائي بطولة الكونفدرالية ليقابل نادي الزمالك يوم 16 ويوم 19. يوم 16 هيتلعب الماتش في الجزائر، ودي متهيألي من أكتر الحاجات اللي ممكن يكتسبها الزمالك لمصلحته يعني في البطولة، إن هو يلعب الماتش الذهاب الأول في بلد الخصم، ثم إن شاء الله يلعب النهائي هنا على أرضه في العودة إن شاء الله، ويكون تتويج لنادي الزمالك بالكونفدرالية. كل التوفيق طبعا لنادي الزمالك إن شاء الله إن هو يحقق هذه البطولة يعني، مهما كانت قيمتها بالنسبة لناس كتير يعني. طيب أخبارنا النهاردة مهمة جدا. أول خبر معانا النهاردة في النادي الزمالك قال لك إيه بقى؟ قال لك إن المفترض جون إدوارد في الوقت الحالي بيحاول إن هو يتواصل مع نادي بيراميدز للتفاوض في انتقال أحد اللاعبين من داخل نادي الزمالك مقابل لاعبين آخرين من نادي بيراميدز نادي الزمالك. فقال لك بقى مين بقى اللي يروح مكان مين؟ قال لك محمد صبحي يروح مكان مهند لاشين وزلاكا. انت متخيل الموضوع؟ 2 لعيبة دوليين قصاد لاعب اصلا ما بيلعبش في منتخب مصر. ولكن هل ده بقى راجع لقيمة محمد صبحي بالنسبة للزمالك او لجون ادوارد في العموم، ولا راجع لامكانيات صبحي مثلا احنا ما بنشوفهاش ما نعرفهاش؟ بصراحة بشوف ان هو خبر غريب جدا يعني، غريب جدا لمحتواه ذات نفسه. يعني منين انت بتتكلم على لاعب انت اصلا معاده وبتقول ان هو عنده مشاكل ومش عايز تلعبه بسبب ادائه وبسبب استهتاره وبسبب حاجات كتير جدا، ومنين بتقول ان انت عايز تاخد 2 من افضل اللعيبه الموجودين في بيراميدز في الوقت الحالي، ان كان يعني مهند لاشين او زلاكا يعني، وبالاخص مهند لاشين في الفتره الاخيره بيقدم مستويات صراحه عالميه، يعني مش محليه فقط يعني. لا، امام منتخب اسبانيا اظهر ان هو لاعب قوي يستحق التواجد اساسيا في منتخب مصر لاهميته الخاصه داخل الفريق وداخل هذا المنتخب يعني. ولكن خلينا نشوف، يمكن احنا شفنا ناصر ماهر مره واحده انتقل بيراميدز برقم عكس تماما الرقم اللي انت خدته. يعني انت خدته برقم وبعته برقم اكبر بكتير باضعاف الرقم اللي انت اشتريته بيه. فيمكن تكون دي مثلا امور ليها علاقه بالحاله التعاقديه ما بين بيراميدز والزمالك، ولكن ده في الوقت الحالي ماشي فيه جون ادوارد. طيب بالنسبه بقى لخبر اخر له علاقه بالنادي الاهلي. النادي الاهلي اليوم كابتن سيد عبد الحفيظ في اتصال هاتفي بلاعب النادي الاهلي السابق الذي يلعب الآن لفريق قطري وهو أكرم توفيق. قال إيه بقى؟ المفترض إن هو اتكلم معاه في رغبته في انتقاله مرة أخرى للنادي الأهلي. فأنت إيه رأيك يا أكرم؟ أنا يا باشا تحت أمر النادي الأهلي. أنا يعني هو الأهلي ما عنديش مانع تماما، بالعكس يعني وجودي داخل النادي الأهلي صفة ليس لها علاقة تماما بالشمال القطري، ومع احترامنا الكامل يعني للشمال القطري. ولكن أكرم توفيق رغبته مش ممنوعة، بل بالعكس مرغوب جدا عنده ان هو ينتقل لنادي الاهلي. ولكن كان هنالك شرط عند اكرم توفيق لانتقاله للنادي الاهلي من خلال الكابتن سيد عبد الحفيظ، وهو ان ياخذ مثلما ياخذ في نادي الشمال القطري. طب بتاخد كام يا عم اكرم؟ بياخد $1,000,000 في السنة. $1,000,000 يعني ما يعادل 50 مليون جنيه في السنة. فهل النادي الأهلي سوف يوافق على ذلك؟ كان رد الكابتن سيد عبد الحفيظ: سيبني أرجع لمن هو في الإدارة له برضو رأي معي، ثم نحاول التفاوض من جديد. ده بالنسبة لأكرم توفيق وانتقاله أو رجوعه للنادي الأهلي مرة أخرى.
تمام تمام. طيب، في حاجة تاني برضو جوه النادي الأهلي ليها علاقة باللاعبين الجدد المتواجدين في الوقت الحالي. المفترض ان يستروب له الحق الكامل في رأي او في قراره ان هو يمشي ناس ويقعد ناس، ولكن كان من هؤلاء الناس عمرو الجزار اللي الكابتن سيد عبد الحفيظ اكد على عدم مغادرته من النادي الاهلي. ليه؟ ده لاعب كويس، انا مقتنع بيه جدا. وبعد طبعا الاخبار اللي طلعت من رئيس نادي آه، البنك على ما اعتقد، اللي اتكلم وقال ان الصفقه اصلا كانت من خلال الكابتن سيد عبد الحفيظ بالمقابل المادي اللي احنا سمعناه 60 مليون جنيه واعاره احمد رضا لمده سنه ونص. فمين هيأكد على هذه الصفقه اكتر من سيد عبد الحفيظ؟ ده بالفعل اللي حصل النهارده. تأكيد وجود عمرو الجزار داخل نادي الأهلي أمر محتم، و بل بالعكس يعني أمر مهم جدا لنادي الأهلي. حتى لو يستروب مش شايف من وجهة نظره، أو شايف من وجهة نظره إن هذا اللاعب لا يصلح للتواجد مع النادي الأهلي. بس دي كانت أولنا النهاردة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وأشوف حضراتكم دايما على ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.